زيارة الرئيس بارزاني للجزيرة أكثر من مجرد زيارة. سقطت الأقنعة وتعرت الحقيقة. زيارة الرئيس بارزاني للجزيرة أعرق المدن في منطقة بوطان أي قلب كردستان في 29 تشرين الثاني كانت أكثر بكثير من مجرد برنامج دبلوماسي. المكان كانت جزيرة بوطان، الوطن الأعظم لموروثات التاريخ الكردي، الجزيرة التي تأسست على يد أبناء نوح، مركز الإمارة البوطانية جوهرة الإمارات الكردية، مسكن ملاي جزيري الذي أيقظ الوعي الكردي بفلسفة العشق في ثنايا لغة أدبية قبل مئات السنين. كل هذا جعلت من الجزيرة مركزا مهما للفكر والمعرفة الكردية. احتضنت هذه الأرض شخصية تجسد فيها جميع قيمها وبنتها في ذاته. هو مرجع الكردية أي الرئيس مسعود بارزاني، البيشمركة والسياسي والشاهد على التاريخ، والرئيس المؤسس للنظام الذي دمر الاحتلال وسحقه في إقليم كردستان. مزج الرئيس بارزاني رصانة مقاومة حركة البارزاني المئوية بقلب بوطان. انبعثت ذاكرة الكردية في الشخصية والمكان، ورسم إشراقة لمسيرة المستقبل الوطني القومي. ترنمت صداها المزمجر في قعر الفكر والوعي الجماعي للأمة الكردية. هذا المغزى العميق كشف حقيقة الأصدقاء والأعداء. الكرد باتوا مرفوعي الجبين وأصدقائهم متفائلين مؤملين، لكن هناك أيضا أعداء الكرد حرفوا هذه الزيارة التاريخية وأبدأوا استياءهم تجاه المهمة التاريخية للزيارة، مبررين بعبارات: من هؤلاء البيشمركة؟ لما أفواه البنادق هذه؟ وما إلى ذلك. السياسيون الأتراك وبسبب عدائهم اللدود للكرد ومن أجل إخفاء مشاكلهم الداخلية والمآزق التي يواجهونها انشغلوا وأشغلوا من حولهم بزيارة الرئيس بارزاني للجزيرة، والكل خرج إلى الميدان رافعا يافطة: أنا الأكثر قومية وعنصرية، أنا الأكثر عداء للكرد. بادر الكماليون بالهجوم وقاد حزب الشعب الجمهوري الصولة، لكن وكي لا يتخلفهم في العنصرية تقدم باغتشالي إلى الأمام وصعد من موجة الهجمة العدوانية على الكرد. وكلا الطرفين يدركان جيدا أن عشرات الشعوب والمعتقدات إما تم القضاء عليها جسديا أو صهرها في بوتقة التتريك خلال تاريخ تركيا الممتد لقرن، لكن الكرد وحدهم هم من بقوا واقفين صامدين. تم استقبال الرئيس بارزاني في الجزيرة وكأنه صاحب البيت، وموقف حضرته المشرف أثبت لهم أنهم لم ينتصروا في القضاء على الكرد وتدميرهم، وأن الكرد رغم الحدود المصطنعة صانوا الهوية الأصيلة للكردية. لذلك عاين المستاءون المحبطون انتكاستهم وهزيمتهم منذ قرون في عظمة الرئيس بارزاني. دعم الرئيس بارزاني لروشافا كردستان وبالأخص لمظلوم عبدي ألهب من إعياء الأعداء وتعبهم. فمنذ عام اعتكفت بعض الأطراف الكردية على تصوير دولة باغتشالي وبلا خجل وكأنه حمامة سلام، ولكن بات جليا أن باغتشالي ما زال ذلك الذئب الرمادي الفاشي المتعطش لدماء الكرد. ومما لا شك فيه أن تصريحات باغتشالي بحق الرئيس بارزاني كشفت بوضوح حقيقة الدعوة لأوجلان وعملية السلام. لا وجود لعملية سلام، وما على الساحة ليس سوى عملية لدمج الكرد في الجمهورية التركية وإذابتهم. تعرت حقيقة دعاية حزب العمال الكردستاني PKK وخاصة عداءه للبارزانيين والحزب الديمقراطي الكردستاني على مدى السنوات العشر الماضية، إذ لا شك أنه أينما حل الرئيس بارزاني وارتحل استوطنت هناك الهوية الكردية. بل حتى أن بعض أعضاء دم بارتي الذين حشدوا تظاهرات نسوية في الجانب الآخر من معبر خابور ذات مرة وترديد شعارات العداء ضد الديمقراطي الكردستاني بأفواههم أخذتهم الحمية والاعتزاز بوجود الرئيس بارزاني بينهم في الجزيرة هذه المرة. وأصبحت دعايات PKK الممتدة ل10 سنوات خلال زيارة واحدة في مزبلة التاريخ، سواء قبلت الدولة التركية أو لم تقبل، فإن الرئيس بارزاني ليس زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني فحسب، بل هو الزعيم الشرعي والمرجع الأصيل لعموم الكرد، والشخصية الروحية والمعنوية والسياسية التي تجسد الفخر والاعتزاز القومي.
سحق النضال تحت قيادته المحتلة في إقليم كردستان، وأصبح مصدر الأمل والفخر والكرامة للكرد جميعا، وهو في الوقت نفسه الشخص الأكثر سلمية ومسالمة، فهو الحكيم الذي قاد شعبه وحماه خلال جميع الأزمات والكوارث، كما دعم الحل السياسي في باكور كردستان تركيا طيلة 20 عاما، والناصح بإسكات صوت السلاح. فالجمهورية التركية هي نفسها من قدمت له الدعوة، فزيارته إلى الجزيرة كانت رسمية، وخلال خطابه أشاد بالسلام وأعرب عن استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم، داعيا أن يحل السلام والاستقرار في المنطقة. ثم عاد في اليوم نفسه إلى إقليم كردستان. الرئيس بارزاني رجل غاية في الأصالة والنبل، محترم مضياف وفي ومخلص، ولكن عندما يتعرض لهجوم مهين لا يتردد في الرد قط، بل إن البيان الصادر نيابة عن مقر بارزاني أظهر أيضا أنه لن يتردد في اتخاذ موقف حازم ومرض عند الضرورة. كان الرئيس بارزاني قد قرأ أبياتا من ديوان جزيري في زاخو عام 17، وهي تمثل شخصيته بصدق. اشتنادا این 2000 خنجر و تیر و رمو خشت مسئله دانی ریو بخوده بستی پشت